السلام عليكم. اسمي علا. اسمي أنيسة. اسمي ألي. اسمي ستيلا. اسمي دريس. اسمي أندرو. واليوم سنطبخ ريزوتو. اليوم سنحضر طبق ريزوتو لذيذ مع خيارين، واحد للنباتين وواحد للمهبي اللحوم. اخترنا هذا الطبق لأنه له علاقة بالعالم العربي. زراعة الخرز في إيطاليا بدأت في القرن التاسع عندما جلب التجار العرب الخرز إلى سيتشيليا، ومن هناك انتشر إلى شمال إيطاليا خصوصا إلى وادي بو في القرن السادس عشر. ومع مرور الوقت تحول الأرز إلى ريزوتو، وهو طبق كريمي ولذيذ أصبح جزءا أساسيا من المطبخ الإيطالي. المكونات مشتركة من مرجان جيد. بصلات سائرة ثلاثة، كشم أرز ريزوتو مثل أرز أربوريو واحد، مكعبات مرق خضار 2، زيت زيتون كوسة واحد، بعض جان واحد، جرام طماطم كرزية، شرائح لحم رفيعة لخيار، خيار نباتي 3، زبدة للطهي مع اللحم، ملح، فلفل، جبن بارميزان، أوراق ريحان للتزيين. 1. أغلي الماء في قدر كبير. 2. تحضير البصل. قشر البصل وقطعه إلى شرائح رفيعة. أضف البصل إلى القدر وأطبخه لمدة 4 أو 5 دقائق حتى يصبح طريا. 1 eternity later. كيف كانت؟ كانت أكلة جيدة وصحية جميلة. لقد أحببت الرز واللحم أيضا. كيف كانت الطبخ؟ كانت جيدة لذيذة جدا مع تشيز. It's very very good. الأكلة جميلة جدا.
لماذا ريزوتو صحي؟ الريزوتو ليس لذيذا فقط بل يحتوي على فوائد صحية أيضا. الأرز يوفر طاقة تدوم لفترة طويلة. الكوس والباذنجان مليان بالألياف والفيتامينات التي تساعد في الهضم وتقوية المناعة. الطماطم تحتوي على فيتامين سي الذي يفيد البشرة. بالنسبة للنباتيين الطبخ خفيف ولكن مشبع. بارميزان يعطي بروتين وكالسيوم. أما لمحبي اللحم فإن شرائح اللحم المقلية بزبدة تعطي طعما غنيا. هذا الطبق يناسب الجميع سواء النباتيين أو محبي اللحم ويبقى صحيا ولذيذا.